خير يا أستاذ، إيش الموضوع المهم اللي ما تبغى تكلم فيه أي أحد وتبغاني فيه أنا شخصيا؟ القصة بدأت يا سعادة السفير بعد وفاة أبو وسام، وبعد ما خلصت العدة أم وسام ظهر العم عماد. يا ام وسام انا ما بكذب، اخويا عادل الله يرحمه اتنازل لي عن نصيبه قبل ما يموت بشهر. مستحيل عادل يكون مديون لك ولا لغيرك. والله هذا شيء ما يخصك، شيء بين الاخوان ولا تتدخلي فيه لو سمحتي. حتى لو كلامك صحيح، حصة لها نصيب في البيت وما تبغى تبيع. وافقت ولا ما وافقت حصة، القانون في صفي والنصيب الأكبر في البيت ليا. عادل الله يرحمه مهندس وانت موظف على قد حالك، فكيف ومتى كان مديون لك؟ والله هذا شيء ما يخصني. عندكم أي استفسارات روحوا أسألوا عادل في قبره، وقدامكم 3 شهور تفضوا لي البيت، وكده أنا يصير عداني العيب، وكده خلص الكلام وما في السلام عليكم. يا أستاذ، عدى شهرين وأنت ما قدرت تثبت شيء، وبكرة في جلسة في المحكمة، إيش الحل؟ أنا كمحامي أشوف أوراق التنازل اللي عند السيد عماد كلها سليمة، والتدقيق أثبت إنه التوقيع مو مزور، فطبيعي ما حنقدمها. كيف يعني سليمة؟ يا أستاذ إبراهيم، بابا قبل ما يتوفى بشهرين اشترى لعمي سيارة بأكثر من 100,000، يعني مستحيل إنه هو يكون مديون له. أنا ما يعنيني هذا الكلام، المهم عندي الأوراق والمستندات. كيف يعني ما يعني لك؟ وحقوقنا؟ بكرة إن شاء الله عندنا جلسة في المحكمة حنقدمها للقاضي ونشوف إيش يصير. ممكن عادل قبل وفاته احتاج الفلوس واخذها من عماد وما حب يقول لأحد. لا طبعا مستحيل. طيب وإيش صار في موضوع الجلسة؟ الجلسة تأجلت لجلسة ثانية، وبعدها رجعوا للبيت. كتر خيرك يا أصيل، سمعت الدوشة جيت. ولا يهمك يا خالة، احنا جيران والجيران لبعض. كل شيء تمام؟ تمام. تفضل. انت صاحب البيت؟ لا أنا جارهم، سمعت الصوت وجيت عندهم هنا. إيش صار معاكم؟ انت صاحبة البلاغ؟ إيه أنا صاحبة البلاغ. تفضلي وقع المحضر. احنا اخذنا البصمات، وان شاء الله اي شيء جديد حنبلغكم. تفضل. شكرا. وهذا الكرت حقي، إذا احتجتوا أي حاجة كلميني. شكرا يا أصيل. انت كده خدمتني اكبر خدمة، وجميلك هذا ما راح انساه، ونحن على اتفاقنا اول ما ينباع البيت حوصل لك المبلغ اللي متفقين عليه بنفسي. ايش اسباب سرقتك منزل السيدة منيرة؟ هذا شيطان كلام انا اسوي زي كده. ما افكره ماما. سماح انا في بزورة، في بيبي مريض، بعدين انا ما في فلوس، انا كله موت. شيطان حسبي الله عليك، انا اوريك. اصبر بس اصبر. لو سمحتي اهدي، الامور ما تنحل بالطريقة هذه. أنا أبغى أسألك يا إسلام، لك معانا 16 سنة وعمره الله يرحمه عادل قصر معاك بشيء؟ هذا شيطان كلام هذه الاعذار ما تبرر سرقتك. عموما احنا نعمل الاجراءات اللازمة واستبعاد من البلد نهائيا، بس بعد ما ياخذ عقوبته المستحقة. خلاص كله اوكي. شكرا يا مدير. هيا تفضل يا خالة، والحمد لله أنا جات على كذا. شكرا، ألف شكر. بصراحة أنا ماني عارفة كيف أشكرك يا أصيل، من يوم ما اتمسك الحرامي إسلام وأنت ما خليتنا. لا يا خالة ولا يهمك، هذا واجبنا. يلا فمان الله، مع السلامة يا خالة. مع السلامة. طيب ممتاز، يعني ما زال في خير في الدنيا. الجار ما هانت عليه الجير. أصيل اسم على مسمى. أصيل، هو فعلا كان أصيل.
خليني أكمل لك باقي الجهاز. من جد حقير، وانا اللي اقول عنه ولد حلال وربنا سخره لنا. ماني مصدقة أصيل يسوي معايا كده، يلمس يدي، مو كفاية طليق ياسر كرهني في الرجال. هم الرجال كده ينظروا للمرأة نظرة دونية، لو كان عندنا رجال ما كان صار فينا اللي صار. خلاص كفاية أرجوكم، الحمد لله إنها جت على كده، مو كفاية اللي فينا؟ أوف. بعدها أصيل صار خايف إن منار تفضحه وانقطعت كل خدماته عنهم. مو بس كده، حقد عليها وصار يحرض الجيران عليهم. للأسف الجيران صدقوا كلامه. أفا خيب ظني. المهم إيش صار في قضية البيت؟ استمرت الجلسات تقريبا 1 و9 شهور، ويا ريت جات في صالحهم. جات في صالح العم عماد. حكم القاضي بإخلاء البيت خلال 6 شهور، أو إنهم يشترون نصيب العم عماد. طبعا المبلغ كبير ما قدروا عليه. ومن هنا بدأت معاناة البحث عن سكن. والله يا أستاذ عماد ما تدري قديش أنا تعبت عشان خفيت عنهم المستندات والأوراق حقت الأدلة الجنائية. انت ما قصرت معايا، عشان كده انا اكرمتك كتير. صحيح، بس هذا الكلام والاتفاق كان قبل 2 دحين سعر العقار ارتفع. لا تصير طماع، وهذا نصيبك من البيت. وقت الكاش يقل النقاش. الله يرحمك يا عادل. والله قصتكم دي أثرت فيني، وما دام الشقة هذه عجبتكم أنا باجر لكم إن شاء الله. طيب وكيف طريقة الدفع؟ طريقة الدفع دفعة كاملة، والإيجار 60,000 ريال. 60,000 ريال؟ يا أستاذ الحارس بيقول الإيجار ب40,000 وكل السكان ساكنين بنفس الطريقة. أنا المالك هنا وأقول لك الإيجار 60,000، بغيتي ولا ما بغيتي ترى كفاية إني أجي لكم بدون محرم. لا خلاص موافقين إن شاء الله بكرة نعدي عليك ونجي ونكتب العقد. لا حول ولا قوة. طيب اوكي، طيب خلاص لا تشيلي هم، اصبري علي شوي. طيب السلام عليكم. طيب خلاص اتاكد لي لما لا تنسى رد علي. اوكي طيب ارجع اكلم. مع السلامة. لين مساء. تفضل اجلس شوي ابغى اتكلم معك. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله كويسة. حصلتوا بيت؟ ايوه الحمد لله، عشان كده ابغى اطلب اجازة، تعرف النقل ومشاغل. اوكي. اقول لك اسامة انا بتكلم معك كده في موضوع بس متردد شوية. اتفضل يا استاذ. انا معجب فيك وابغى اتزوجك. تتزوجني؟ ايوه ابغى اتزوجك بس يا استاذ بندر، مو انت متزوج؟ انه ايش المشكلة؟ انه عادي حتزوجك من السيارة، ما حد حيعرف. وحاخذ لك بيت لحالك، وحسير عليك يوم يومين في الاسبوع حسب الظروف. ايش اللي تتزوجني ومسيار وظروف؟ يا استاذ بندر، انا اولا ما افكر بالطريقة هذه اتزوج، وبعدين لو سمحت لا تطلع عن حدود الامل، ويا ريت توقع لي على ورقة الاجازة عن اذنك. سيدنا يا زين، احمد ربك. يا بابا اللي تركتنا ورحت. تعال شوف ايش صار من بعدك، تعال. حتى مديري ما تركني، فصلني يا بابا. ليه ربي ليه؟ خلاص
يا وسام يا بنتي، لا تحرقي قلبي أكثر من ما هو محروق. خلاص يا بنتي، طيبك طيبت عليك. حرام يا ماما اللي يصير لنا، حرام حرام. استغفر الله. فصلها؟ ايوه فصلها. كيف؟ بعد ما رفضت عرضه للزواج، قبل إجازتها بدون ما يوقع على طلب الإجازة، ولما رجعت للدوام لقيت نفسها مفصولة بسبب غيابها اللي بدون عذر. خسارة، نفسه هواه أقوته. بعدها وسام مرضت ودخلت المستشفى قد نومت شهر. دحين انا ابغى اعرف ليش انتوا رافضين اني انا اسافر واعمل العمليه طالما انه الدكتوره قالت ما فيها اي خطوره؟ يا بنتي مستحيل أوافق، لازم ترضى بنصيبك. يا ماما يا عمتي ارجوكم افهموني، هذه فرصه تانية ربنا اعطاني هي، كيف تبغوني اسيبها؟ ايش الكلام الفاضي ده؟ انت بتتحدي مشيئة الله؟ ما تحتاج شيء، ما تبغي شيء. لا مشكور، راتب التقاعد حقي مكفيني الحمد لله. إذا ناقصك شيء علميني، أنت مهما كان أختي الكبيرة واللي ربيتيني. على أساس إنه طمر فيك تربيتنا وعادل. اللي فات مات يا أختي، وإحنا أولاد اليوم، خلينا نفتح صفحة جديدة. جبت الجواز يا عمي؟ الناس تسلم في الأول. لا سلام ولا غيره، هذه الفلوس اللي انت طلبتها وهذا الجواز وسويت لك تصريح سفر مفتوح، الفلوس كاملة. أعوذ بالله، استغلالي لآخر لحظة، حسبي الله عليك. إيش بتقولي؟ سلامتك. الله يسلمك. الكلام هذا تقريبا من سنة، واللي شجعني أكتر كلام الدكتورة ليا إني أصير وسام. وسام محرم العائلة. بعدها سافرت وسويت العملية، ولما جيت راجع البلدي للأسف جوازات المطار رجعوني. أكيد طبعا يا أخ وسام، لأنه هم شايفين في الجواز أنثى واللي قدامهم ذكر. بسيطة يا حضرة السفير، شيله أنت وخليها ذكر.